ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم مهندس محمد هشام من قناة اركتك محمد هشام. عارف اني بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات، ولكن ان شاء الله هنرجع ننزل فيديوهات تاني. وفي الفيديو ده يا شباب انا بشرح ازاي نعمل ريندر داخلي باستخدام دي 5 ريندر ونطلع بيه كواليتي حلو. زي ما انتم شايفين، انا طبعا بسجل على الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي، عشان ناس كتير قوي قالت لي اشرح في التوتوريال وكده. احنا دلوقتي بنشرح، فزي ما انتم شايفين بدأت ان انا ادي الخامات بتاعتي، اديت الازاز واظبط البوزيشن بتاع الكاميرا بتاعتي عشان اعرف ان انا اطلع احسن صورة، او نقدر نقول منظور حلو للريندر. فبدأت ان انا باجي عند الكاميرا فوق زي ما انتم شايفين كده، وببتدي ان انا اعمل في اللي انا بعمل كليبنج. بفضل ان انا اقرب وابعد الكليبنج. بعد كده عملت سيف للسين بتاعتي، وبدأت ان انا اعمل في الانفايرمنت، وبظبط هنا اهو الانفايرمنت بتاعت الحمام. تمام، الانفايرمنت دي مش هي اللي هنفضل عليها، مش هي دي اللي هتبقى اخر حاجة للريندر، ولكن انا بس بنور بيها الريندر او الفراغ بتاعي. زي ما انتم شايفين بدأت ان انا ابيك للماتيريال اللي انا مدخلها معايا في الفايل، وان انا اظبط بس حاجات بسيطة فيها اللي هي اللمعان، وان الماتيريال ذات نفسها السطح يكون عاكس قد ايه. بدأت ان انا ادي الماتيريال بتاعتي. هنا انا كنت بختار الماتيريال بتاعت الزجاجة بتاعت ما هتبقى موجودة على الحوض، بحيث ان انا اظبط اللون بتاعها. انا كنت عايز لونها يكون مايل للبرتقاني شوية، او تبقى اورنج، بس اورنج يكون اللون داكن. وبنرجع تاني للبوزيشن بتاعنا، وبدأت ان انا ابتدي اشوف بقى عندي ايه الاجزاء تانية الميتال اللي هتبقى موجودة. فعندي الدلاية اللي نازلة كنت برضو بديها ميتال، عايزها تبقى بتلمع، فاديتها الميتال. وبدأت إن أنا عملت بيك للماتيريال بتاعت الدلاية، واخترت إن هي تكون اميسيف عشان تنور، وظبطت التمبريتشر بتاعها عشان تبقى ورم، عملتها 3500 عشان تديني الإحساس إن هي ورم. في نفس الوقت الاكسسوارز بقى اللي عندي زي التويلت والسيفون بديله برضو ان هو يكون اسود. في نفس الوقت رحت على السبوتات اللي موجودة عندي في السقف ماتيريال وعملتها اميسيف، وفي نفس الوقت خليتها 3500 عشان تكون الإضاءة وورم. بدأت عندي ان هو يا شباب ان انا احط الليد لايت اللي هيبقى موجود، او الهيدن لايت اللي هيبقى موجود معايا في السقف في الجبسون بورد. فزي ما انتم شايفين جبت اللايت وبظبط البوزيشن بتاعه. وهنا بغير درجة الحرارة بتاعته وخليتها 3500 برضو. وهبتدي ان انا الليد ده لافف معايا في كل الحمام، فهبتدي ان انا اخد منه كوبي وهكرره يمين وشمال وقدام في الناحية التانية.
زي ما انتم شايفين يا شباب، حطيت الهيدن لايت بتاعي. هبدأ دلوقتي ان انا اختار الهيدرا بتاعتي. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، في مواقع كتير قوي ممكن تنزلوا منها هيدرا. الهيدرا اللي انا استخدمتها دي هسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن، وجبتها من على موقع بولي هافن، موقع مشهور جدا جدا، ممكن تنزلوا منه آلاف من ملفات الهيدرا، بتكون بشكل مجاني. وهنا كنت بعمل ريكتانجل لايت، دي الإضاءة اللي جاية لي من بره. دي الإضاءة دي بعملها عشان تساعدني بإن أنا أتحكم في الإضاءة بشكل أكبر، مبقاش معتمد بس على ملف الهيدرا اللي أنا دخلته، لأ أنا برضو بعتمد على الإضاءة مش صناعية. زي ما انتم شايفين هنا يا شباب، هنا انا بقفل الاكسبوجر بتاعي، وببتدي ان انا اتحكم في الاكسبوجر، بدل ما كان اوتو لا انا بتحكم فيه. وهنا حطيت السبوت لايت اللي هيبقى خارج من السبوت لايت الموجود معايا في السقف. فببتدي ان انا حطيت السبوت لايت، وابتدي دلوقتي ان انا اتحكم في الكور انجل بتاعه على اليمين هنا. وهنا كنت بظبط درجة الإضاءة بتاعتها بنفس الفكرة، التمبريتشر بظبطه على 3400 أو 3500 بحيث إن هو يكون وورم. وفي نفس الوقت قللت شدة الإضاءة بتاعة السبوت لايت، بحيث إن هو ما يبقاش رامي على الأرض أوي كده، أو الإضاءة ما تبقاش ظاهرة على الأرض، لأ المسافة تبعد، فبحيث إن هو يكون لامي، الإضاءة تبقى سوفت شوية، ما تبقاش شديدة أوي على الأرض. هبتدي ان انا اخد السبوت ده او الاضاءه اللي انا عملتها، وابتكررها في كل السبوتات اللي عندي، بحيث ان هي تبقى متوزعه بشكل صحيح، فتديني احساس ان هي رياليستيك، او ان السبوت ده هو فعلا اللي منور المنطقه دي. طبعا يا شباب، في مرحله الريندر او في مرحله الاضاءه انت بتحتاج تجرب كتير، بتحتاج ان انت تشوف لما تعمل ميكس ما بين ده وده البيئه هيبقى شكلها عامل ازاي. فبتحتاج تجرب، فهتلاقيني مثلا ان انا ظبطت مره الاضاءه، فلما جيت حطيت اضاءه تانية رحت مغير الاضاءه الاولانيه، بحيث ان هي تبقى ماشيه، الاتنين يبقوا بيكملوا بعض، والاتنين يكونوا في نفس، يعني يدوا نفس الاحساس. هنا كنت بظبط مرحلة الريندر بتاعتي أو الصورة اللي هخرجها، فعملت إن هي نسبتها تكون 1:1، الريشيو بتاعتها تكون 1:1. أنا هنا اخترتها 1:1، وتبقى الكواليتي 2K.
وبدأت هنا ان انا اعمل ليد او هيدن لايت يكون موجود تحت الحوض بتاعي بحيث ان هو ينور لي الجزء اللي تحت. وفي نفس الفكرة هظبط التمبريتشر بتاعه على 4500 عشان الإضاءة تكون ورم. بس دلوقتي ان انا هروح ارندر واخرج الصورة، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات.